السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي شوفوا كده هنعمل السينامون بطريقته وحركاته وتكاته. نبتدي بقى نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام. صلي على الحبيب قلبك يطيب. طبعا ده كيلو دقيق يا حبايبي، نص كوباية لبن بودر. طبعا انا ما عنديش زبدة بس هو بيبقى حلو بالزبدة. عندي سمنة الدنيا مش هتقف يعني. كوباية سمنة، باكت خميرة، نص كوباية سكر بالكوباية المعيارية. طبعا 2 باكت فانيليا، بيضتين، مية للعجن، والبيكنج باودر ده هنسيبه للاخر هو نشوف هنعمل ايه. نحط طبعا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط السكر، نص كوباية سكر، باكت خميرة اهو. نحط السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللبن البودرة، لبن بودرة اهو. 2 باكت فانيليا اهو يا حبايبي. نحط البيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش جايين من التلاجة اهو. اقلب بقى انا الحاجات اللي انا حطيتها، المقادير اللي انا حطيتها كده قلبتها تقليبه، كل حاجه يعني ايه تخش في بعضها كده اهو. ومحسن العجن اللي هو المحسن كيك اللي بنعتمد به، المحسن المعجونات يعني دوت. معلقتين سكر اهو، معلقه بيكنج باودر كبيره اهي، معلقتين دقيق كبار اهو. اقلبهم بقى كويس كده مع بعض. بصوا بقى الفوران اللي هيحصل من المعلقتين الخل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اول معلقه، دي تاني معلقه، ودول شويه من عندي اهو. بصوا اهو، هو الفوران ده اللي بنقول عليه اهو اهو. بصوا احطه كده على العجينه، على الحاجات اللي انا قلبتها اهي. نقلب برضو الحاجه دي مع بعضها كده اهو. دي ميه للعجن يا جماعه دافيه اهي اهي. احطها كده، نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. خد بقى كوبايه كوبايه ونص، لاني كل دقيق يعني ايه له بقى طريقته في العجن والميه اللي بياخدها والكلام ده كله. كده انا حطيت اول مج يا جماعه، نشوف بس هياخد ايه ونرجع ايه نشوف اهو. حطيت اول مج وده تاني مج اهو، نشوف هناخد منه ايه اهو. طبعا المعلقه هنا مش هتنفع خالص اهو. كده انا بعجن يا حبايبي، العجينه ريحتها جميله جدا. اهو يا حبايبي، هي بتبقى عجينتها طريه شويه بس بتبقى حلوه اهي. شوفوا تتلم ازاي اهي. هي كده عجينتها خلاص اهو. طبعا هسيبها تخمر شويه اهي. هي بتبقى كده، بتبقى عجينه طريه وملزقه شويه بس بتبقى حلوه قوي والله، ريحتها جميله جدا اهو. سيبها هنا كده تخمر، اغطيها بفوطه او باي حاجه
وارجع لكم بقى وانا جايه افرد السمنه في قلبها كده ونحشيها بالسكر والقرفه. اهو يا حبايبي العجينه بصوا اهي قدامي يا بنتي كده اهي. العجينه خمرت خالص اهي، بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقسمها احنا دي على 2 اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها اهو يا حبايبي. بصوا العجينه جميله جدا اهي اهي، عجينه طريه ملمسها الله اكبر زي العسل اهي. اهي يا حبايبي العجينه جميله جدا وملمسها وريحتها الا ريحتها، بسم الله ما شاء الله عليها. افصلي دي طبعا يا حبايبي، دي سمنه بلدي بلدي بلدي، انا اللي مسيحاها اهو. طبعا دي لو دهنتوها بفرشه هتقطع العجينه تمزعها وكده. دي سمنه اهي يا حبايبي عشان تمسك في السكر بالقرفه كده. في بقى ناس بتحط شوكولاته وكده، بس احنا بصراحه بنحبه بالقرفه والسكر. الحشوه دي زي ما انت تحبي اهي. كفايه كده اهي. دي بقى السكر بالقرفه اهو. رشه محترمه كده عشان تبقى ايه، يبقى حلو كده. شفتوا بقى الطبطبه دي مهمه اهي. بصوا السمنه شربت السكر والقرفه، هو ده المطلوب عشان اما اجي ابرم كده ما تمشيش لقدام اهو. بصوا المنظر الجميل ده. نركن السمنه بقى على جنب. بصوا بنلف دي كده اهي، متخليش فيها هوا خالص عشان ايه العجينه تلزق في بعضها اهي اهي. عشان لو لزقتوا فيها هوا بتبقى ايه العجينه مش مستحبه يعني. كده احنا خلصنا اول برمه وكده. نيجي كده اهو. بصوا حكايه سهله وبسيطه اهي، وست البيت الشاطره اللي تعمل حاجه حلوه لاولادها اهي. بقفل دي كويس اهي. بصوا يا حبايبي هي قد ايه اهي. برجع كده عشان تبقى ايه تخينه وحلوه. بصوا دي هنا رفيعه ازاي، برضو بزق كده بايدي عشان تبقى تخينه اهي اهي اهي. شوفوا اهو، هو ده كده المطلوب. اجيب بقى سكينه حاميه وكده اقطع بيها. بصوا حبايبي اهو، نحط ال3 صوابع ونقطع كده اهو. شوفوا المنظر اهو. نحط ال3 صوابع ونقطع. ليه بقى؟ عشان السوا يبقى زي بعضه اهو، متبقاش واحده نيه وواحده مستويه اهو. طريقه سهله وبسيطه
3 صوابع ونقطع. سهلة يعني اهو برضو اهو اهو. بصوا الطرف ده لو سبته هيفك، اروح واخداه جايباه كده تحت اهو، واروح ضاغطه دي عشان ما تقبش كده فوق الوش وتبقى شكلها وحش. اضغط كده اهو اهو يا حبايبي اهو. الصينيه عاوزها بس من الزبده كده قدامكم كده في ثواني اهي، عشان بس ما يلزقش، لكن هو مش هيلزق ان شاء الله اهو اهو. بصوا اهو من تحت عامل ازاي اهو. برضو الحرف اهو الطرف ده نجيبه تحت كده اهو. بصوا اهو كده بقى ما يفكش والسكر ما يلطش الصاج بتاعك ويبقى جميل جدا اهو. بصوا اهو يا حبايبي، نضغط الضغطه اللي في النص كده اهو. نحط فاصل كده كبير عشان بيخمر اهو اهو. برضو تحت اهو، اتاكد ان هو فرد لتحت اهو اهو اهو. اخلص انا بقى الكميه دي وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. بعد ما خلص طبعا ده بيتحط على فرن سخن جدا اعلى درجه اهو. شوفوا عملت لي كام، بسم الله ما شاء الله. ده كيلو الدقيق اهو. احطه بقى في الفرن وارجع لكم بقى تاني لما يستوي ان شاء الله عند التقديم اهو يا حبايبي. كده يكون السلمون بتاعنا خلص اهوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، الكيلو عمل لي 17 واحده والواحده كبيره. بصوا بصوا اهو. طبعا كده هنحط له شوكولاته بقى وعسل نحل وهنزروط الدنيا خالص اهو. دي الشوكولاته طبعا ما سيحتهاش قدامكم، طبعا معموله بحمام بخار كده عشان ايه الفيديو بتاعي ما يطولش عليكم اهي اهو يا حبايبي. طريقه سهله وبسيطه وحاجه ست البيت هي اللي عاملاها لاولادها. احلى حاجه لاولادنا لان ما عندناش حد غالي ربعهم اه يا حبايبي. طبعا انا ممكن احط اكتر من كده لكن انا لا، عشان برضو ايه انتوا ما تنسوش ان هو فيه قرفه وسمنه وكده وسكر اهو يا حبايبي. كده انا خلصت الشوكولاته. كده برضو الشوكولاته البيضه هي بيبقى لونها كده يا حبايبي اهي اهي. طبعا ست البيت تعمل احلى واحلى للعيال اهو يا حبايبي اهو. دي الشوكولاته اهو. بتبقى حاجه بسيطه يعني عشان برضو لسه هحط اهو عسل نحل برضو. بصوا اهو اهو عسل نحل اهو
يعني ايه، خلاص بقى هو كده يعني خد كفايته اهو. ازين دول وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. طبعا ده سوداني عشان برضك ايه الجرنشة وكده للاطفال. طبعا ممكن تحطي عين جمل، بندق، لوز، اي حاجة، بس ايه اللي المتاح عندك تعمليه اهو. طبعا يا جماعة اهوت ان ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوة، لان رأيكم بيهمني برضو اهو. نسمي الله. بصوا اهو يا حبايبي، بصوا 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 الجمال، بصوا اهو برضو اهي اهو. طبعا يا جماعه اهوت ان عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان اهو.